السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ يا رب تكون بخير. سؤال نمبر 10 من الأسئلة حلوة قوي وبيتكرر كتير جدا في الامتحانات. خلاص كده تمام، وجي من سنتين. السؤال بيقول ايه؟ منال سبيس مي، منال سيد مي، منال قالت لي I have seen this movie، أنا شفت الفيلم ده. طيب، معظم الطلبة بيكتب على طول كلمة told، يقول لي يا مستر منال told me، وأنا بستخدم told عشان بعديها object مفعول به. وفعلا الإجابة صح منطقيا لو هتقول told me، بس تبقى صح في حالة واحدة. ايه هي؟ اولا السؤال ده ما تحولش انت عندك لسه الكوتيشنز زي ما هما، وكلمة this زي ما هي. told كانت تبقى صح، وانا معاك ان هي صح لو كانت مكتوبة كده منال told me she had seen، واكمل الباقي that movie، فبالتالي الاجابه تبقى صح. هل هي مكتوبه كده؟ لا يا مستر مش مكتوبه كده، دي مكتوبه I have seen، جمله لسه ما اتحولتش، فتولد تبقى غلط يا صاحبي. امال الاجابه تبقى ايه يا مستر؟ الاجابه تبقى said to ومكتوب me، يبقى said to هتتحول تبقى told يا صاحبي. told اما تكون تتحول تبقى she had seen، said to والجمله لسه ما اتحولتش. وصلت كده يا صديقي؟ بالتوفيق إن شاء الله يا صاحبي، سلام عليكم.